السلام عليكم شباب وبنات. طبعا دا تمر علينا خلال هذه الأيام أشرس هجمة تهدد وحدة العراق وسيادته، وأنا مو بصدد التطرق للأسباب اللي وصلتنا لهذه الأزمة، ولكن إيش راح نسوي لمعالجة الأزمة. قبل ما نخوض باللي راح نسويه لابد أنه نتعرف أكثر على أعدائنا. كلنا نعرف أنه داعش سقطت الموصل خلال ساعات، وتقدر قوة داعش المتواجدة في سوريا حسب التقارير الإعلامية والعسكرية ما بين 12,000 إلى 18,000، وبعد ما فتحت لهم السجون في الموصل وتكريت زادت أعدادهم إلى ما يقارب 23,000. وتقدر الأعداد داخل العراق ما بين 15,000 إلى 17,000، وطبعا كلهم مدربين وأصحاب فكر عسكري وتكفيري خبيث. أما تجهيزات الجيش العراقي فتقدر 1,000,000 مقاتل موزعين ما بين دروع ومشاة وطيران وقيادات. ويقدر عدد المتطوعين خلال الأيام الماضية 2,000,000 متطوع، وأكثر من 1,000,000 في طريقهم للتطوع. ويتراوح مستوى التدريب ما بين متوسط وضعيف مع عدم إنكار ارتفاع الروح الحماسية والقدرة على الاستبسال لأجل الوطن. ونذكر أيضا وجود البيشمركة اللي تقدر أعدادهم بما بين 250 ألف إلى 300,000 لحماية الجانب الشمالي من العراق. جبهة الصراع مفتوحة من الجانب الغربي على الحدود السورية، وهذا يشكل جانب سلبي على الجيش العراقي لسهولة دعم داعش وانسحابهم من الغرب باتجاه سوريا، مما يستدعي التنسيق مع الجيش السوري لشن هجوم موحد على الجانبين العراقي والسوري لتسهيل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. عدة أمور لازم نتذكرها، بالأخص احنا الشباب المتطوعين. أولا، احنا متوجهين لأرض المعركة لأحد الحسنتين، أما النصر أو الشهادة، والمعركة معركة تحديد مصير العراق. فأما أنه تسبى نسائنا وتدنس مقدساتنا ويتحول العراق إلى قندهار جديدة يحكمها مجموعة من المتخلفين والمتشددين والمرضى، وأما أنه نستعيد العراق ونوحد الصف ونكتب أروع البطولات والتضحيات ونعيد كتابة التاريخ بأحرف من ذهب. ثانيا، استمع القائد فرقتك، وإذا خذلك وخذل الوطن لا تنسحب وراه إلا إذا كان الانسحاب تكتيكي. وإذا استشهد كن أنت القائد، أو انتخب قائد يكون مؤهل من زملائك، وإذا استشهد اتبعه بقائد آخر ثم آخر ثم آخر، فالنصر ساعة صبر على الشدايد لا أكثر. ثالثا، احمي زملائك بالكتيبة والناس اللي تقاتل بجانبهم واتخذهم أخوة، لأنه المحن تختبر معادن الرجال، واللي يصمد وياك بمعركة راح يكون إلك خير صديق وأخ مدى الحياة. ونآخر دعوانا: اللهم احفظ العراق والعراقيين شعبا وأرضا ومقدسات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.